مساء يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وأفضل حال. كل عام وأنتم بألف خير. رب يعيد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال، وإن شاء الله تحققون جميع أمنياتكم. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد، روتين ما قبل العيد وروتين العيد. وهنا بديت وياكم قبل العيد. هاي الحنة ضفت عليها بيضة وملعقة من القرنفل، وأكيد كلكم تعرفون القرنفل وفوائده للشعر. وأهم فائدة بالقرنفل إنه هو يعزز نمو الشعر ويقلل من التساقط، وأكيد يقلل من العدوى والالتهابات بفروة الرأس. وأكيد هاي الحنة عجنتها نبع الحنان، عجنتها طبعا قبل بيوم. وهسه من بعد ما خلطتها كل زين راح أحضر الجفوف حتى نروح نخلي للبنات. وهنا بديت وياكم يوم جديد وهو يوم العيد، وأكيد قبل يوم سهرانين وفرحانين، فما راح يقعدون من وقت، أكيد راح يقعدون متأخر. فبما أنه أنا قعدت لازم أقعدهم، بس شلون؟ حبيت أقعدهم على أصوات تكبيرات العيد. وأحلى شيء أنا عندي هو تكبيرات العيد، وفعلا إذا ما أسمع تكبيرات العيد ما أحس بأي عيد. وهنا مساهمكم العافية بدينا نتريق، وهذا ريقنا البسيط. وحبيت هيجي أخذ لكم مقتطفات من يومي بالعيد. فهنا أنا أكيد بدت المناوشات، وما أسولف لكم على المشاكل اللي 24 ساعة بين منتظر وكرار. ما أعرف، يمكن راح أسوي سلسلة مال أفلام كرتون توم وجيري، بس شنو النسخة عراقية لين خبلوني بالعرك مالتهم. ومن بعد فقرة الريوق، أكيد مثل كل يوم عادي وروتين عادي لازم نطبخ الغداء. فأكيد قبل لا أطلع من البيت لازم أطبخ الغداء حتى أروح لغير مكان، فحتى بالعيد لازم الغداء ورانا. فهنا سلقت اللحم وطبخت البامية. طبعا بهالأثناء وأنا أسلق اللحم خابروني فقالوا إنه عمي أجا الأهلي، فيا رب شلون لازم أكمل غداي يلا أطلع. فهنا عندي هاي الطماطم راح أخليها بالخلاط ونخلطها حتى نكمل باميتنا على السريع. وهنا بنات من بعد ما استوت مرقة البامية وسهمكم العافية، هنا أكيد الريحة ما أسولف لكم. فأكيد بما أنه أنا كملت مرقة البامية ما راح أتغدى هنا. تعالوا هسه أقول لكم وين راح أتغدى. هنا بنات أحد المتابعات دخلت لقناتي وكتبت لي أني ضيفة جديدة، فأتمنى أنه تشوفيني مساحة الصالة بصورة أدق، لأن إحنا مساحة أو العفو خريطة بيتنا نفس خريطة بيتكم. فهنا حبيبتي حبيت أنزل هذا الفيديو. وطول الصالة 4 أمتار وعرضها 7 مترات. فهاي يعني حبيت إنه أصور لك من جميع الاتجاهات. صعدت فوق الدرج نزلت من جوا الدرج، المهم يعني فهذا 7 أمتار اللي هو يكون العرض. فإن شاء الله يعني فدتك بالفيديو هذا حبيبتي. وهنا أنا أكيد من بعد ما كملت غدايا مرقة البامية رحت البيت أهلي، أكيد كلهم متغداين ومخلصين، فبقيت أني ووالدتي ما متغدين. فتغدينا والحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. وهنا طبعا إجانا عمي وعمتي، ربي يحفظهم إن شاء الله، وربي يديم اللمة كل سنة وكل عام تنعاد علينا بصحة وسلامة وراحة البال، وإن شاء الله للجميع.